السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين. النهاردة هنصور مع بعض فيديو كده بسيط. دلوقتي الخلاط بتاعنا لما بنيجي نفرم مثلا الطماطم أو أي حاجة فيه بنلاقي السكاكين بتاعته باردة، ما بيطلعش الحاجات مفرومة زي ما احنا عايزين. فدلوقتي احنا هنعمل كده حاجة سريعة هنجربها مع بعض ونشوفه هيكون عامل ازاي. دلوقتي هنجيب ورق ألمونيوم مقطعينه كده ومطبقينه، هنحطه في الخلاط في الدرج وهنشغل عليه الخلاط وهنشوف السكاكين بتاعته هتبقى عامله ازاي. دلوقتي شغلناه الورق الالومنيوم اتقطع كده بقطعات صغيره وهنشغله تاني قدامكم. بسم الله. دلوقتي الورق بقى ناعم زي ما احنا شايفين. هنفضيه ونغسل الدورق وهنفرم فيه الطماطم ونشوف يعني الوصفة دي غيرت من السكاكين وخلتها مسنونة ولا هيكون نظام. ودلوقتي احنا عملنا الطماطم صفيناها وادي التفل طالع عادي جدا، ولا الورق الالومنيوم عمل حاجه في الخلاط ولا سن الخلاط ولا السكاكين انسنت ولا اي حاجه. المفروض لو هو حقيقي زي ما بيقولوا على النت ان احنا نعمل الورق الالومنيوم ونضربه في الخلاط وينفرم زي ما انا وريته لكم مفروم كده، يبقى المفروض السكاكين تبقى مسنونه، يعني ما يبقاش فيه تفل بالصوره دي في الطماطم. فالوصفه دي يا جماعه يا ريت ما حدش يجربها، انا حبيت اوريها لكم، انا اول مره اجربها والله معاكم، فحبيت تبقى على الطبيعه. يعني انا عملت الورق الالومنيوم قدامكم وفرمت الطماطم برضو قدامكم وادي النتيجه. فهي وصفه مش حلوه، يا ريت ما حدش يجربها. يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو والاشتراك في القناه وتدوسوا على زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.